زينب الجزء المثير في الحكاية. ما دفنت زينب جوزها والنار قايدة في قلبها، حلفت انها تدفن جنب منه 10 من جنود الاحتلال. بدأت تتصرف تصرفات اقل ما يقال عنها انها ست ب100 راجل. قعدت زينب ارض جوزها واشترت بندقية وشوية اسلحة بيضة، سكين وخنجر وخيط. بدأت كل يوم تروح محطة السكة الحديد في وقت وصول قطر الانجليز، ولما ينزلوا في استراحة القطر كالعادة بتاعتهم ان هم ينزلوا يتمشوا وسط المزارع، تختار واحد منهم تشاور له وتغريه، تمشي وراها وهي تسحبه في قلب الزرع لغايه اما يختفوا عن العيون، لحد ما تروح المكان اللي هي مخبيه فيه البندقيه وتروح مطلعاها ومفرغه في صدره عيارين. بعدين تذبحه بالسكين وتربطه بالخيط وتدفنه راسه على صدره. كانت تطلع زينب كل يوم القطر ناقص واحد، لحد ما رصت جنب جوزها 29 عسكري انجليزي مضروبين بالنار في صدورهم ومقطوع رؤوسهم ومحطوطه على صدورهم ومدفونين بنفس الوضعيه. كأن الموضوع عجبها وتحول من انتقام لنفسها ولجوزها لانتقام لمصر كلها، ويبقى نوع من المقاومة. طبعا خبر اختفاء الجنود في محطة المنيا أثار الرعب وسط كل صفوف الإنجليز. وصل الأمر للحكومة البريطانية اللي أمرت بتكثيف التحريات، وفعلا قبضوا على زينب عن طريق الجواسيس وقدموها للمحاكمة. وكان ظنهم إن هي هتولول وتبكي وتنكر كل اللي حصل، لكنهم اتفاجئوا إن البطلة زينب بتعترف على نفسها إن هي قتلت 29 جندي، وكمان دلت على المكان المدفونين فيه جنب جوزها. ما حصلش شيء من المحتل الجبان غير إنه حكم عليها بالإعدام، وقبل إعدامها قطعوا إيديها ورجليها على مرأى ومسمع من الناس، تحسبا منهم ان هي هتكون عبره لاي ست بتدافع عن شرفها. مع ذلك كانوا مرعوبين برضو ومنعوا وقوف القطار في محطه المنيا لغايه الاستقلال، علشان كانوا خايفين ان بلد زينب تطلع 1000 زينب. عشان كده اللي يقولك انت من بلد زينب قول له ايوه انا من بلد زينب اللي قدرت ترعب بريطانيا بالكامل. زينب فكره والفكره لا تموت.